نكشة حلقتنا النهاردة عن صلاح الدين الناصر صلاح الدين الأيوبي، اللي أول حاجة هتيجي على بالك أول ما تسمع اسمه أحمد مظهر وهو داخل القدس منتصر، وصوت الست فيروز وهو بيصدح في المكان وهي بتقول للقدس سلام آت. لكن قبل ما نروح على القدس وحكاياتها خلونا نرجع حوالي 80 سنة قبل المشهد ده واخدكم ونروح على مصر. مصر أواخر حكم الدولة الفاطمية كانت على الورق تبع الحكم إسماعيلي شيعي، بس فعليا غالبية المصريين على الأرض كانوا أغلبية مسلمة سنية وأقلية مسلمة شيعية وأقلية أقباط أرثوذكس. الإدارة والوزارات السيادية كانت متركزة في إيدين المسلمين الشيعة، والماليات وأي حاجة ليها علاقة بعد الفلوس كانت من نصيب جزء من الأقباط، وباقي المصريين أهالينا وجدود جدودنا فلاحين ما يفهموش غير في الزرع والقلع وصنايعية وحرفيين. الحاجة الوحيدة اللي شغلة بالهم هي السؤال الأبدي اللي اتكتب علينا من ساعة ما فتحنا بوابات بلدنا على البحر للي رايح واللي جاي. يا ترى هيلاقوا شوية نخال الدقيق يعملوا بيهم لقمة عيش حاف يسدوا بيها جوع بطون عيالهم، ولا هيناموا من غير عشاء زي امبارح؟ ومكنة ATM شغالة والجوع والوبا بياكل في أرواح عبيد اللي يملكها عبيد. نكشة النهاردة بدأت وأنا بفر في كتاب اسمه وفيات الأعيان لمؤرخ اسمه ابن خلكان، حاجة كده زي صفحة وفيات هليبة الوقت ده. بيتكلم عن الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الدين الجمالي يوسف بطرس غالي فاطمي، مات سنة 1101 تقريبا، ساب وراه ثروة لما حاولت أحسبها بشكل تقريبي بقيمة الدولار النهاردة أقل تقدير هتطلع حوالي 2 مليار دولار. واخد لي بالك انت ده حيالله وزير مالية الخلافة الفاطمية مش الخليفة يعني. عاوزك بس والنبي تشد خطين 3 تحت الجزئية دي وتركنها لي على جنب عشان هنحتاجها بعدين. الحكاية كده واضحة زي الشمس، تمهيد درامي الأزمة اجتماعية طاحنة وتلميح من صنايعية رد التاريخ على البارد إن البلد بتغلي، وفي انتظار بطل مغوار روبن هود الغلابة اللي لازم يظهر مرة واحدة من بين الجموع من بعيد عشان يخلصنا من فجع الفاطميين وياخد الجوبس ويطلع على فلسطين يحرر الأقصى. نعمل قطعة تانية عشان نفهم شكل العالم الإسلامي في الفترة دي كان عامل إزاي، ونعرف إيه اللي لم الشامي على المغربي. العالم الإسلامي كان مقسوم لدولتين كبار، الاتنين أخيب من بعض، دولة الخلافة الفاطمية الشيعية ودي كانت خلاص بتطلع في الروح وبتلعب في الوقت بدل الضايع، ودولة الخلافة العباسية ودي كانت بدأت تبقى زي الراجل البركة في البيت، كبير بالاسم وعايش على الكم مليار اللي بيلمهم من رجالته وقلاضيشه اللي ربنا مسلطهم على عبيده. في الوقت نفسه في خطر صليبي بيزحف والكل قاعد مرعوب من اللحظة اللي هيهجموا عليه فيها. احنا دلوقتي في سنة 1164 والمصالح هتتلاقى، والخلافة الفاطمية اللي بتطلع في الروح هتطلب دعم من الخلافة العباسية، فيقرر الخليفة العباسي انه يبعت لهم امير الشام اسد الدين شركوه قائد جيش نور الدين زنكي ويدخل مصر ومعاه ابن اخوه يوسف. محدش كان يعرف وقتها ان الشاب ده بعد كام سنة هيبقى ليه اسم تاني، اسم هيتكتب في التاريخ بمية الذهب، الناصر صلاح الدين. ابن شداد المؤرخ المقرب من صلاح الدين كتب في النوادر السلطانية إن الخليفة الفاطمي وكان اسمه العاضد استقبل شريكوه وعينه وزير، وشريكوه ده بقى كان طفس حبتين مهووس بأكل اللحمة الهبر لدرجة إنه هيموت زوران من كتر الحش اللي بيحشه. وساعتها بما إننا في بلد ابن الدكتور بيطلع دكتور وابن الفنان بيطلع فنان، يبقى أكيد ابن أخو الوزير هيطلع وزير. ده انا بيه ابن بيه. ابن كثير في البداية والنهاية شرح الحتة اللي ابن شداد حب يعديها بسرعة. قال إن كبارات جيش نور الدين اللي موجودين في مصر وقتها كانوا شايفين إن صلاح الدين لسه شاب صغير، ولو لبسناه طربوش الوزارة هيبقى على قد الإيد، وقد كان. وفعلا صلاح الدين بقى وزير سني بيخدم في البلاط الفاطمي الشيعي الشرير. في وسط نكشي ومخمطتي ما بين سطور كتب التاريخ اتكعبلت في حاجة كده تليق قوي على نكش تاريخي. الذهبي
في سير أعلام النبلاء بيقول إن صلاح الدين اللي كان جاي مصر مع عمه كان جاي بكارت توصية من الملك العادل نور الدين، بما إنهم كانوا بيحبوا يسكروا سوا ويلعبوا كروكيت مع بعض. كان جاي كمسؤول أمني، بس ربنا فتحها عليه وبقى وزير في قصر الخلافة، والشهادة لله من ساعة ما ربنا كرمه وفتحها عليه تاب وبطل سكة الكوباية دي خالص. وبيكمل الذهبي وبيحكي لنا عن مذبحة حصلت في نفس السنة تقريبا بعد ما ركب صلاح الدين الوزارة بشهرين، دبح فيها أكتر من 50,000 سوداني كانوا أهم فرقة من فرق جيوش الخلافة الفاطمية، وحرق كمان المنطقة اللي كانوا عايشين فيها بعيالهم ومراتاتهم، ومرة واحدة وبدون مقدمات وفي حوالي نص سطر بيقول لنا ابن شداد إن العاضد مات. ولما مات استقر الأمر للسلطان، شاب يدوب عنده 21 سنة يموت من غير مرض معروف ولا بضربة سيف أو طعنة خنجر مصدي في جيم بابجي، مات فجأة وجتته اتاوت في الليل. طمن دويته. وعلى فكرة الحكاية دي فيها إن وبعض المؤرخين زي ابن شداد وحتى المقريزي لمحوا إن صلاح الدين كان له يد في موت الخليفة العاضد، ولكن مفيش دليل أو وثيقة تقدر تثبت بيها ده. المقريزي في التعاظ الحنفة قال إن مفيش حتى خبر انكتب عن إن حد صلى عليه في الجنازة. وبيكمل ابن شداد ويقول قد إيه صلاح الدين كان بيحب العاضد وقد إيه كان راجل طيب وكيوت، وهوب اتكعبل في كام سطر كتبهم ابن واصل في كتابه مفرج الكروب، بيحكي عن اللي عمله صلاح الدين ومدير أعماله أراؤوش في سكان قصر الخلافة الفاطمي اللي كان عددهم حسب اللي جه في معظم كتب التاريخ 18,000 واحد، ما بين أفراد العيلة الحاكمة والأشراف اللي هم يعني المفروض إنهم من نسل الرسول والجواري والعبيد. حبس أفراد عيلته بعد ما عزل الرجالة عن الستات لغاية ما ماتوا. وبالنسبة للأشراف فاللي عمل منهم قلق قتله وخلص عليه في السقطم بكتم، واللي حط لسانه في بقه ورضي بقضاء الله وقدره عاش ومات متحددة إقامته. وفي موسوعة تاريخ أقباط مصر بلاقي قصقوصة جديدة من قصائص الصورة اللي الزمن هربدها. أراؤوش دراع صلاح الدين الشمال كنس كنوز قصر العاضد وباع جواري وعبيد قصر الخلافة بالكيلو في السوق، كأنهم بيحاولوا يمسحوا فكرة إن الفاطميين عدوا من هنا أصلا. هل الموضوع وقف عند كده؟ أتكعبل في اللي قاله المقريزي عن حرق مكتبة قصر الخلافة الفاطمية، طب ابن الهيثم، وفلك البتاني، وسحر الفارابي، ورقي الصوفية اللي بتقربك من ربك غصب عن أي مدى. ورقها جزء كبير منه اتباع بالكيلو على الرصيف، اتباع لأصحاب الحمامات عشان يستخدموه في تسخين المية، واتباع جزء تاني لبتوع الجزم عشان يتعمل مداس. والجوامع اتحولت لمعسكرات غسيل مخ أيوبي، الأذان اتغير، خطبة الجمعة لبست عمة جديدة، وبعد ما كانت بتبدأ بسم الله بقت بتبدأ باسم الناصر. طب والكنوز والفلوس يا برنس؟ فاكرين الوزير ابن بدر الدين الجمالي كان سايب ذهب وفضة بس قد ايه؟ 2 مليار دولار حد أدنى بقيمة فلوس النهاردة، ما بالك بالخليفة. لما جيت أعمل نفس اللي عملته وأنا بحاول أحصر اللي اتنهب من قصره، قيمة المال السايب بس كانت حوالي 6 مليار دولار، ده غير طبعا الأحجار الكريمة والمجوهرات التي لا تقدر بثمن. كل ده راح منه جزء في تجهيز الجيش الأيوبي اللي بيستعد لحربه ضد الصليبيين، والجزء الثاني اتوزع على أهل وعشيرة الناصر صلاح الدين. تخيل بقى معايا كده كل الحكايات والقتل والذبح والحرق والنهب ده اختصروا صناعية رد التاريخ على البارد في جملة خبيثة، وانتهت الدولة الفاطمية وبدأت الدولة الأيوبية. وبكده يبقى صلاح الدين سيطر على الجزء الأخطر اللي ممكن يهدد فكرة مشروعه اللي بيكبر يوم عن يوم، الوصية اللي خلاص ورقها بيخلص وكلها شوية وقت وتبقى بتاعتي وبتاعت عيالي. يتبقى الجزء الثاني اللي من وجهة نظر صلاح الدين الجزء المقدور عليه، الحيطة المايلة، المصريين، الأقباط والمسلمين. بدأ بالأقباط، طرد كل الموظفين الأقباط اللي كانوا شغالين في الحكومة، وقال بالحرف: أمرنا بإخراج كل نصراني من الدواوين إلا من أظهر الإسلام. وفرض عليهم من تاني إنهم يلبسوا الزنار، وده حزام كده كان مفروض على المسيحيين واليهود إنهم يلفوه حوالين وسطهم بلون مميز عشان يتعرفوا.
واي كنيسه اتبنت بدون تصريح ايام الميغا الفاطميه هدها، والجزيه اتضاعفت لدرجه ان ساويرس بن المقفع في تاريخ البطاركه بيقول ان الستات كانت بتبيع ذهبها عشان يقدروا يدفعوا الجزيه، واللي رفض يدفع اتهموا بالتمرد وولع فيه هو وبلده، زي ما حصل مع تمرد اقباط اسيوط وتمرد قفط. صلاح الدين مسح شيعة مصر باستيكه وحجب نفوذ الاقباط لدرجه ان معظمهم اتحول للاسلام، وافتكر ان الطريق في مصر اتفرش له ورد وزحاليق. فاضل جزء واحد بس في حلقه النهارده، الحصان اللي دخل بيه احمد مظهر القدس في اول البودكاست، الصوره اللي انطبعت في وجدان الشعوب العربيه عن القائد اللي حرر القدس من براثن الصليبيين. تعالوا نشوفها قبل المونتاج. أنتم تحرقون زيت الزيتون، وإذا فهي الحرب. الحرب 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 الحرب. معركة حطين. مش هقول لك ضحكوا علينا في كتب التاريخ وإن المعركة ما حصلتش، ولا هقول لك إن في تلميحات كتير من وسط كتب مؤرخين رد التاريخ على البارد بتتهم صلاح الدين بإنه غير طبيعة المية في بير حطين، وفي كلام عن إنه سممها بالزرنيخ. كلها ادعاءات تاريخية مفيش ما يثبتها أصلا. المعركة حصلت فعلا، والمسلمين تحت قيادة صلاح الدين هزموا الصليبيين ودخلوا القدس، ولكن في وسط نكشي وتنطيطي ما بين سطور التاريخ لقيت كتب كتير زي الكامل في التاريخ والروضتين في أخبار الدولتين وتاريخ الحروب الصليبية كاتبين عن معارك تانية شالها مقص المونتاج. قبل انتصار حطين ب10 سنين وبعد حطين ب4 سنين في معركتين كتب عنهم المؤرخين إياهم في سطر ونص تقريبا، واتعاملوا معاهم على انهم شويه تراب بندريهم برجلنا تحت السجاده. الاولى كانت ان صلاح الدين الايوبي راح بجيش كبير ورجع ب 13 فارس بس، والثانيه ما فضلش منها في كتب التاريخ غير صلح الرمله اللي صلاح الدين مضاه مع ريتشارد قرب الاسد، وكان نتيجه مباشره ليه ان القدس راحت ولسه تايهه ومش لاقيه طريق رجوع لغايه النهارده. صلاح الدين مش هو الاسلام، صلاح الدين كان سياسي بارع، يمكن كان قائد عسكري مغوار يجوز، انما ما كانش ابدا احمد مظهر اللي يوسف شاهين وراه لنا في فيلم. بس في معلومه كده على جنب، اوعى تكون فاكر ان المصريين ايام صلاح الدين كانوا بيتكلموا عربي من بتاع سكالتك امك ده زي اللي بيضحكوا علينا بيه في الافلام الخايبه اياها. احنا لغايه القرن ال11 كانت الاغلبيه بتتكلم قبطي، العربي ده كان عامل زي كارنيه الحزب الوطني ايام مبارك كده. وطبعا مع التضييق على الاقباط والمبالغه في فرض الجزيه عليهم اضطر جزء كبير منهم انه يبقى مسلم في الغالب سني عشان يعرف يعيش، واختلت الهويه المصريه القبطيه زياده، وانخفضت نسبه الاقباط لحد ما وصلت لحوالي 15% من اجمالي عدد المصريين. وهنا بقى نقف شويه وناخد نفسنا. رهان صلاح الدين على المصريين زيه زي غيره من المحتلين اللي جم وطمعوا فينا وفهموا سكوتنا ومشينا جنب الحيط غلط. تركيبة الشخصية المصرية اللي الدين مزروع فيها من أيام جدود 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 اللي خطفونا لسه بيجروا ورا المعيز في البوادي والوديان. المصري قبطي أرثوذكسي سني بهوى شيعي، بياخد عياله ويطلع يحتفل بعيد الغطاس وحد الشعانين وفيضان النيل، وبعد الظهر يروح يعجن ويخبز كحك وبسكوت عيد رمضان، وبالليل يجري يروح يولع شمعة للعذراء ويوزع فول نابت في الحسين. المصري ملوش كتالوج. مسلم سني طبعا، بس بتشعبط في مقام سيدنا الحسين وبطلع في حد الزعف والشعانين وولع شمعة لستنا العذراء. التركيبة دي أربكت صلاح الدين ودولته وعملت فجوة كبيرة قوي ما بينه وما بين المصريين، معرفش يكسبنا وما قدرناش نحبه. مفيش أصلا في كتب التاريخ حاجة بتقول إنهم كانوا شايفينه أحمد مظهر في فيلم الناصر صلاح الدين. كل إشارات المؤرخين بتقول إنهم كانوا بيترعبوا منه، ما بيحبوش يجيبوا سيرته أصلا لا بالخير، وطبعا ما يقدروش يجيبوها بالشر. وأكبر دليل على كده إنه لما مات خبره كان بالنسبة للمصريين زي أي خبر عادي، شالوا قلده جابوا شهيد. نكشة النهاردة خلصت وأنا لسه في زوري كلمتين محشورين. التاريخ فيه تراب كتير قوي خبتهم رجل المؤرخين من غير ما حد ياخد باله تحت السجادة.
ما تاخدش تاريخك من سكريبتات كتبها مؤلف خياله واسع وقصها مقص رقابة بينفذ سياسة عليا كل اللي يهمه ان المنتج بتاعه يطلع شكله كيوت في مشهد النهاية. استنوني الحلقة الجاية ونكشة جديدة هتخلينا نشوف كواليس حواديت تاريخنا قبل المونتاج. مصادر الحلقة سايبها لكم تحت الفيديو في قناتي على اليوتيوب. مستني تعليقاتكم وأسئلتكم. لايك، شير، سبسكرايب، عشان التاريخ لسه فيه نكش كتير.